الأصدقاء السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. واش عمرك سولتي راسك منين جات لك النية ديالك؟ شنو المعنى ديالها وشنو القصة اللي موراها؟ وحنا اليوم أصدقائي في هذا الفيديو غادي نحكيو لكم كيفاش المغاربة اختاروا سميتهم العائلية، وغادي نشوفوا أيضا علاش كل اسم في المغرب عنده أصل وقصة خاصة به. قبل ما نبداو الفيديو ما كرهتكش عزيزي المشاهد دير واحد اللايك، وإلا كنتي جديد وأول مرة كتشوف هذه القناة المتواضعة مرحبا بك في العائلة. إذا بلا ما نطول عليكم وخليونا ندخلوا في التفاصيل. في البداية خلينا أولا نرجعوا لفترة ما قبل الاستعمار الفرنسي والإسباني. كان كل واحد معروف باسمه الشخصي فقط، بالإضافة لشي وصف بسيط فحال محمد ولد الحاج ولا فاطمة بنت عبد السلام، ولا كاين اللي كانوا كيقولوا ليه مثلا العربي النجار. ولكن في الفترة اللي بدات الإدارة الحديثة والتسجيل المدني في المغرب، هادشي في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20، ولات الدولة داك الساعة محتاجة كل مواطن يكون عنده اسم رسمي كيتسجل في الأوراق الرسمية، ومن هنا كتبدا القصة. ودابا خليونا نشوفوا الانواع ديال الاسماء العائليه المغربيه. الكنيات المغربيه ما جاوش هكاك غير عشوائيا، وانما كاين فئات وانواع كبيره. مثلا اسماء المدن والمناطق، كاين مثلا اللي كنيتو الفاسي وكيرجع الاصل ديالها لمدينه فاس، وايضا المراكشي كترجع لمراكش، زيد عليها الطنجاوي اصله جاي من طنجه، وهادشي نقدروا نقولوا فحال الخريطه ديال الاصل. وكاين ايضا اللي سميتو الريفي او الدرعي نسبه لمنطقه معروفه. كاين الكنيات اللي عندها علاقه باسماء المهن والحرف، بحال مثلا اللي سميتو النجار راه الجد ديالو كان كيخدم في الصنعه ديال النجاره، وايضا الحداد او الخباز نفس الحاجه. وكاين ايضا الفقيه والمعلم والعطار ما الى ذلك، يعني الاسم كان دليل على الدور ديال العائله في المجتمع. كاين ايضا كنيات عندها علاقه باسماء القبائل والاصول. في المناطق القبليه الاسم كيدل على الانتماء لقبيله معينه، بحال مثلا ايت الحسن وايت عمران وبني زروال وولاد تيمه وما الى ذلك. كل وحده عندها تاريخ طويل ومعروف. كاين نوع اخر من الاسماء العائليه واللي كيكون عندها علاقه بالنسب النبوي او الشرفه، بحال مثلا العلوي او الحسني او السعدي او الزاوي او المدني، وهاد الاسماء كانت رمز ديال الشرف والاحترام في المجتمع المغربي. كاين ايضا بعض الاسماء العائليه اللي جات متاثره بالاحداث او ربما اخطاء. كاين بعض السميات جاو من اخطاء في الكتابه في وقت التسجيل، الموظف الفرنسي ولا الاسباني ما كانش كيعرف العربيه مزيان، فلهذا كان كيكتب الاسم بطريقه غلطه، وبقات هكا في الاوراق الرسميه الى يومنا هذا. مثلا بن حمد ولات بونامد، ولا ولد الحاج ولات والحاج. في النهايه الاسم العائلي ما كيبقاش غير مجرد كلمه في البطاقه الوطنيه، وانما هو جزء من الهويه ديالنا ومن الحكايه ديال الاجداد تاعنا. كل لقب كيكون عنده ذكرى ولا مكان معين ولا مهنه ولا حتى شي خطأ صغير ولا جزء من التاريخ. ودابا بغيتكم اصدقائي تكتبوا لي في التعليقات الاسماء العائليه ديالكم واش عرفتوا منين جات، وما تنساوش لينا اللايكات والاشتراكات وهادشي اللي كاين في الحلقه ديال اليوم. نشوفكم في حلقه جديده باذن الله. تهلاو ليا في راسكم. السلام عليكم.